صبحكم الله بالخير. بما أن موسم السفر بلش، في سم كارد أو خط إنترنت يشتغل في 40 دولة، يشتغل في أوروبا، أمريكا وتركيا. وهذه أغلب الدول اللي ممكن أنت اليوم تسافرها بالصيف. ما له داعي كل ديرة الطب تشتري خط، خصوصا إذا كنت في أوروبا، عندك جولة في أوروبا ولا تركيا، رحت إيطاليا، رحت هولندا، رحت فرنسا، بدل لا كل ديرة تشتري لها سم كارد، هذا سم كارد واحد تدفع له اشتراك واحد بالإنترنت، وكل ما تدش من ديرة إلى ديرة على نفس الاشتراك، ما تغير شيء بالسيتنج. بالتالي راح توفر على نفسك انك في كل دولة تشتري سم كارد. نفترض سفرتك ايطاليا، وبتروح البرتغال، وبتروح هولندا، وبتروح بريطانيا، وبعدها باسبوع بتطب تركيا، وبعدها باسبوع بتروح المانيا، بعدين امريكا. شفت الدول هذه كلها بدال تشتري خط في كل دولة، هذا سم كارد جلوبال عالمي تشتريه ب3 دنانير ونص، وتدش الاونلاين موقعهم، تعبيه اسبوع، اسبوعين، شهر، وصلاحيه الخط unlimited. يعني انت اليوم تشتريه، صلاحيه الخط ماكو شيء اسمه ينتهي بعد 6 اشهر، يوقف بعد سنه، لو ان شاء الله تسافر بعد سنتين الى اي دوله تبيها، بس تعبيه انترنت على حسب مده سفرتك. شركه تليفوني للعلم ملاكه كويتيين ومقرها في بريطانيا. سعر الخط ترى 3 دنانير ونص. يعني ترفع الصفحة تطلب الخط، تبي تسافر الحين، بعد شهر، بعد 6 اشهر، بعد سنتين، هذا على الأقل خله موجود. متى ما سافرت تدش الويب سايت مالهم، تعبي انترنت، تعبي